في دعاء من أدعية القرآن الكريم بيعلمنا إزاي نطلب من ربنا من غير ما نقلق أو نستحي. الدعاء ده كان دعاء نبي الله سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أول حاجة بدأ بيها كان الاستغفار قبل أي طلب، قال اغفر لي. ودي رسالة مهمة جدا، إن المغفرة باب كل خير. وتاني دليل هو كلام سيدنا نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وبعد كده طلب حاجة كبيرة جدا تكاد تكون مستحيلة بمنطق البشر، ملك مفيش حد يملكه زيه لا قبله ولا بعده. طلب عظيم لأنه واثق في رب كريم. وده يعلمنا إننا ما نقللش من طلباتنا مع ربنا. اطلب اللي نفسك فيه، بس خلي بالك إن يكون قلبك متعلق بربنا مش بالدنيا. وختم سيدنا سليمان عليه السلام الدعاء بإنك أنت الوهاب، يعني يا رب أنت اللي بتدي من غير حساب. اسم الوهاب ده عايز حلقة لوحده بالساعات كمان. ادعي الدعاء ده بس وانت مستحضر ان ربنا قادر يديك اكتر ما تتخيل. الوهاب بيدي من غير حساب. اللهم اغفر لنا وارزقنا من فضلك إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين.